ودي الرساله اللي هي بين السطور، اللي بيعرف يحلل يحلل كده. ال 3 مليار و154 مليون جنيه اللي الدولة مخصصاها لمحافظة بورسعيد عشان المشروعات العملاقة والخدمية، مش عايز المقاولين يعملوا الشغل ده؟ مش عايز عمال يعملوا الشغل ده؟ طب الشغل ده لما يجي انا عملت بنية تحتية لدولتي ولا لا؟ لما يجي المستثمر الاجنبي عشان يعمل المشروعات العملاقة بتاعته، هيلاقيني موجود عامل او مهندس او محاسب مدرب ولا لا؟ وموجود في سوق العمل ولا لا؟ طب انا لو قعدت استنى هفضل استنى طول الوقت. ليه؟ عشان نقول لاولادنا. ليه؟ العامل دلوقتي شغال مع المقاولات هو اللي جاهز للشغل، هو اللي متدرب، هو اللي حس ببيئة الشغل. طب قول لنا لا، اللي بيشوف. ليه؟ انا قلت محافظه بورسعيد مساحتها 1345 كيلو متر مربع، يعني الكلفه كلها في نص ساعه. وعارفين فين اماكن مشروعات ما مش عارفينها ولا مش واخدين بالنا. عارفين في شرق بورسعيد، وعارفين في غرب بورسعيد، وعارفين في جنوب بورسعيد، وعارفين في تحت المنزله الشغاله هناك. المطلوب اللي عايز شغل يروح فين؟ المنطقه دي. وهيسأل هيتعب يوم يومين 3 يوم مش نافع. يبقى هو بأهل نفسه زي ما الدولة بتأهل محافظة بورسعيد كبنية تحتية عشان تستقبل هذه الكيانات العملاقة. المفروض أنا مواطن. طب محتاج حد يقول له احنا ما بنهبطش كلام ولا انا غلطان؟ انا بقول يا ان هم اخذوا كلامي يبقى نكت دلوقتي. طيب انا كمسؤول المواطن حق عليا ان اجيب له فرص استثماريه، اعمل بنيه تحتيه واتابعها واخلصها بسرعه عشان يجي المستثمر يستثمر فلوسه معاه. والملعب مفتوح، عايز تشتغل اهلا وسهلا، بس عايز تشتغل برضه اهلا وسهلا. ده الدور اللي بتقوم بيه الدوله، اللي بتأهل الدوله للاستثمار. ودورنا احنا ان احنا نجيب المستثمرين ونمسك فيهم بايدنا واسناننا عشان يجي يضخ فلوس من بره لجوه، عشان يعمل فرص عمل لاولادنا. اللي قاعد هو حر. انا بعمل اللي عليا كمسؤول، الدوله بتعمل عليها كحقوق الدوله بتعملها. طب المواطن يعمل عليه بس. طيب هو في حد انا ولا اي مسؤول نملك نوظف واحد في الهيكل الحكومي؟ هتقعد تستنى؟ استنى بس ما تكونش اللي ايه. طب اين دور الدوله؟ الدوله علمت، بتحاول تأمن المواطن في مجال الصحه، علمت من الابتدائي من كيجي للجامعي، وبتأمنك صحيا وبتأمن مسكنك. دورك انت ايه؟ الكلام ده يتقال لاولادنا، يتقال لموظفينا، ويتقال لناسنا، جوامعنا وكنايسنا، نقول الكلام ده عشان بورسعيد هي دخلت مرحله خطيره. خطيره ايه؟ الدنيا بتجري، مشروعات عملاقه هتيجي، البنيه التحتيه اللي احنا شايفينها اهو. السنه دي 3 من السنه اللي فاتت 7 مليار او اكتر. مليارات في مشروعات
مش في مرتبات، مش معاهم. يعني الرقم ده فعلي في مشروع، مش مرتب موظفين. اقول تاني 3 مليار 154 مليون و600 وكسر. هقول لك عشان تحفظوها، عشان المواطن اللي قاعد يقول لي الدولة عملت لنا ايه؟ لا بتعمل ايه؟ طب مين هينفذ الكلام ده؟ شركات وشركات مقاولات. ما اشتغلش فيها ليه؟ حرام يا استاذ كريم؟ والله حرام. ربنا يديكم النور ويشتغل.